السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. مفيش أحسن من وصفات الصيف المنعشة. وفي المقدمة طبعا الآيس كريم. هنعمل آيس كريم النهاردة اقتصادي وبدون فواكه وبطريقة سهلة جدا. أوعدك مش هتشتريه من بره، وخصوصا إن كل منتجات الآيس كريم أو أغلبها من منتجات المقاطعة. فبفكركم بطلوا تشتروه من بره واعملوه في البيت. يلا بينا نعمل أول آيس كريم أو أول طريقة معايا. هنعمل ايس كريم الشوكولاته اللي ولادنا بيتجننوا عليه وبيحبوا دايما يشتروه من بره. معايا كوبايه ميه عاديه من الحنفيه، يعني ولا سخنه ولا ساقعه، ميه عاديه جدا من الحنفيه. نزلنا بيها كده في حله. وكمان عندي معلقتين كبار من النشا، وعندي كمان كاكاو خام غير محلى. يفضل ان احنا نستخدم الكاكاو الاسباني. هحط معلقة كبيرة من الكاكاو. زي ما قلنا نوع الكاكاو بيفرق جدا في طعم الايس كريم بتاعنا، فلازم واحنا بنشتري الكاكاو نكون جايبين نوع كويس. كمان هنزل ب5 معالق كبيرة من السكر. وحابة افكركم ان السكر في الوصفات بتاعة الايس كريم بيكون حسب الرغبة، يعني ممكن تقللي السكر وممكن تزودي حسب اللي انت بتحبيه. هنقلبهم كويس جدا كده بالمضرب اليدوي، وهنرفعهم على النار عشان احنا عايزين كل المكونات بتاعتنا دي تتجانس مع بعضها، بس طبعا مع التقليب المستمر عشان الخليط بتاعنا ما يتكتلش. يعني بالبلدي كده احنا هنعمل مهلبية، بس عايزين القوام بتاعها يكون مظبوط. هنقعد نقلب فيها. خلاص نزلناها من على النار زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي تكتلات. عندك بقى هنا اختيارين، يا اما تفضلي تقلبي فيها كده بالمضرب اليدوي لحد ما تبرد خالص، يا اما هتغطيها لما تبرد ان احنا نقدر ندخلها التلاجة. نغطيها وندخلها التلاجة، هنغطيها بكيس مطبخ. انا هنا قلبت فيها لحد ما بردت، وبعد كده ضفت لها كوباية من كريم شانتيه. وبرده في نقطة مهمة، نوع الكريم شانتيه الخام بيفرق جدا في قوام الايس كريم والطعم او المذاق بتاعه. فزي ما قلنا لو احنا هنعمل ايس كريم شوكولاتة بنجيب كاكاو خام يكون نوعه معتبر، والكريم شانتيه عشان المطة بتاعته بتفرق جدا في قوام الايس كريم بتاعي. هنضربهم بالمضرب الكهربي لحد كل المكونات كده ما تتجانس مع بعضها ويديني قوام زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو. بعد كده هنجيب علبة من علب التلاجة وهننزلهم فيه، بس طبعا كنت بفصل المضرب كل شوية وبنزل كده المكونات من على جوانب الحلة بتاعتي او البولة. خلاص كده ضربنا المكونات. هنديها ضربة أخيرة عشان لو في أي مكونات أو الكاكاو بتاعنا والكريم شانتيه ما اختلطش ببعضه، أو المهلبية بتاعتنا والكريم شانتيه، نتأكد بس إن هما اتجانسوا مع بعض كويس جدا. وهبتدي أحضر زي ما قلتلكوا علب من علب التلاجة، وهفضي كل محتويات الآيس كريم بتاعنا فيها، وهسويها وهدخلها التلاجة. ومفيش اسهل ولا اسرع من كده، ومش هتاخد وقت معايا. يعني ممكن خلال 4 ساعات لو التفريز بتاع او الفريزر بتاعنا قوي. وممكن كمان لو انا حطاه في الديب فريزر ممكن ياخد معايا ساعة، لان القوام زي ما انتوا شايفين متماسك. وده يرجع للكريم شانتيه. جودة الكريم شانتيه بتاعنا بيفرق جدا في قوام الايس كريم. هنغطيها بقى وندخلها التلاجة. وبعد كده هنبتدي ان احنا نعمل النوع التاني من الايس كريم بتاعنا. هنعمل ايس كريم الفراولة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ولا بقى هنستخدم فواكه ولا حاجة. معايا كيس جيلي فراولة، هدوبه في نص كوباية مية مغلية لحد ما يدوب كويس جدا. وبعد كده عندي نص كوباية مية عادية من الحنفية، هنزل بيها على جيلي الفراولة بتاعنا بعد ما دوبناه، وهخلطهم كويس جدا.
وهبتدي بقى ان انا احضر ال الايس كريم، احضر مع بعض الكريم شانتيه. يبقى احنا كده ركننا الجيلي بتاعنا بعد ما دوبناه في الميه، نص كوبايه ميه سخنه ونص كوبايه ميه بارده وقلبناهم مع بعض. هنا بقى عندي كوبايه ونص من الميه المتلجه، وضروري جدا تكون خارجه من الفريزر، ويا ريت يكون فيها برضو قطع من التلج. ومعايا سكر حبيبات، لو حابه تضيفي سكر بودر مفيش مشكله، بس ما كانش عندي سكر بودر فضفت سكر الحبيبات. وهقلبهم بالمضرب الكهربي، هنضربهم كويس جدا لحد ما يدوبوا. وبعد كده هنزل بكوبايه من كريم شانتيه، وهنضربهم كويس جدا لحد ما الكريم شانتيه يتماسك معايا. كل شوية كده بفصل المضرب بتاعي وبلم الجوانب عشان اتأكد ان الخليط كله اختلط ببعضه كويس جدا والقوام بتاعه يكون مظبوط. زي ما انتوا شايفين نوع الكريم شانتيه يا جماعة بيفرق جدا. شايفين عمالة اقلبه يمين وشمال ما بيتحركش من البولة، وده دليل على نجاح الكريم شانتيه بتاعنا. وهنبتدي بقى دلوقتي نضيف جيلي الفراولة اللي عملناه على الكمية بتاعتنا. تقدري ان انت تستخدمي اي نوع تاني من الجيلي باي طعم انت تحبيه، سواء جيلي مشمش او جيلي مانجا او اي نوع تاني. هنبتدي بقى ان احنا نضرب الجيلي مع الكريم شانتيه لحد ما يتجانسوا كده واحس ان القوام تماسك معايا. وهبتدي ان انا ادخله بقى في الفريزر في علبة تلاجة. احنا كده عملنا تاني نوع من الكريم شانتيه من الايس كريم. القوام الى حد ما متماسك. هدخله بقى التلاجة او الفريزر بمعنى اصح، بس هساوي كده وش العلبة بتاعتي والايس كريم، وهدخله الفريزر لحد ما يتماسك معايا. وهنبتدي نعمل النوع الثالث من الايس كريم بنفس طريقة ايس كريم الفراولة. سوينا كده الوش بتاعها وهنغطيها بالغطا بتاعها، وممكن نضربها ضربتين كده على الرخامة وهندخلها الفريزر. معايا بولة بقى هنزل فيها بجيلي مشمش، زي ما قلتلك الطعم اللي انت تحبيه من الجيلي استخدميه. هنزل في البولة بتاعتنا الكيس الجيلي المشمش، وهنزل نص كوباية من المية المغلية، ضروري تكون مية مغلية. وهندوب الجيلي فيها لحد ما المكونات كلها تدوب. كل كيس الجيلي بتاعي يدوب معايا. وكمان محضرة نص كوباية من المية العادية، مية من الحنفية عادية او من الفلتر. هقلبهم كويس جدا وهركنهم على جنب كده. وهبتدي ان انا احضر الجزء التاني من الجيلي اللي هو الايس كريم، بالظبط زي ما عملنا في جيلي الفراولة. معايا كوباية ونص من المية المتلجة، ودي نقطة مهمة جدا يا بنات، لازم تكون المية متلجة. معايا بقى هنا الكريم شانتيه، بس للأسف النوع اللي أنا استخدمته فيه جيلي في آيس كريم المشمش ما كانش جودته كويسة زي النوع اللي أنا استخدمته فيه آيس كريم الفراولة. فهتشوفوا الفرق طبعا بيبقى مش متماسك، وممكن تستخدمي كمية أكبر عشان يتماسك، وللأسف ما بيكونش بنفس القوام. فدي نصيحة ان احنا لما نجيب الكريم شانتيه لازم اكون جايبة نوع كويس جدا، عشان اقل كمية منه هتتماسك وهتديني كمان كمية كبيرة من الكريم شانتيه. زي ما انتم شايفين لو لاحظتوا ان هنا القوام مش متماسك قوي، لان نوع الايس كريم نوع الكريم شانتيه اللي انا استخدمته مع مع ايس كريم المشمش مش مظبوط. سامحوني يا بنات لو بتلخبط شوية، لان انا مريضة فمش مركزة شوية. هنا خدت كمية كده من الايس كريم او من الكريم شانتيه، وممكن اضيف عليه وهو لسه ابيض اضيف له فانيليا، وهيكون معايا كده
ايس كريم الفانيليا. يعني ممكن اسيبه ما اضيفلوش اي اطعم او اي جيلي ولا اي حاجه، اضيف له فانيليا بس، وكده يبقى معايا ايس كريم الفانيليا. حطيت بقى، ضفت هنا الجيلي المشمش وهنضربهم بقى كويس جدا. هنا حبيت اوريكم كنا عملنا الايس كريم في قوالب الايس كريم اللي هي الدولسيكا، عملنا فيها. بس عايزه اقول لكم الولاد ما استبروش ان هي حتى تجمد، اكلوها على طول، طلعوها واكلوها زي ما انتوا شفتوا كده في الصوره، وحبوا بس ان هم يحطوا لكم الصوره يوروكم من قلب الحدث يعني. هنا بقى الايس كريم بتاعنا كان خلاص جمد معانا في الفريزر، وهنبتدي ان احنا نطلع بيه المعلقه كده، نغرفه بمعلقه الايس كريم او نطلعه بمعلقه الايس كريم. وحطي بقى الصوص اللي انت حباه، او تحبي تضيفي مكسرات او شوكليت شيبس، يعني اللي انت حابه تضيفيه للايس كريم ممكن يتاكل كده. هنا انا هضيف عليه، عندي صوص فراوله، هضيف ليه البوله بتاعتنا، هضيف لها او بولة الايس كريم بتاعتنا هضيف لها ايس كريم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي، وما تنسونيش بكومنت حلو، كومنتاتكم بتسعدني جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.